progress over perfection، يعني التقدم اهم من الكمال. يعني انك انت تبدأ في الحاجة وتبقى مش كامل فيها ومش فاهم فيها قوي، بس انت بتتقدم فيها، اهم من انك انت تستنى انك انت تكون كامل وجاهز عشان تبدأ. بدأت مثلا تمارس الرياضة، وخصوصا لو بدأت تلعب لعبة من الفنون القتالية يعني زي الملاكمة، ففي الأول هتلاقي نفسك مش بتأدي اللعبة زي ما بيعملوها مثلا المحترفين. يعني في الأول هتلاقي نفسك بتضرب لكمات مش أحسن حاجة، والوقفة هتلاقيها مش مظبوطة. بس مع الاستمرارية وإنك أنت تتعلم من ده وتتعلم من ناس فاهمة في الملاكمة، هتلاقي نفسك واحدة واحدة بتتعلم. بس المهم اسمك إنك أنت بدأت حتى لو وقفتك مش مظبوطة، بدأت حتى لو الكمات بتاعتك مش أحسن حاجة. المهم إنك أنت مستنتش إنك أنت تبقى كامل عشان خاطر تبدأ بس. وفي نفس الوقت برضو وأنت ماشي في الطريق لازم تتعلم. يعني مثلا أنت بتتدرب في البيت وما عندكش إمكانيات إنك أنت تروح نادي عشان خاطر تتدرب، فممكن تسمع فيديوهات لناس محترفة في الحاجات دي وتبدأ تطبق واحدة واحدة الألعاب اللي بيعملوها، زي مثلا اللكمات الصحيحة، الوقفة الصحيحة والحاجات دي. كمان لو بدأت مثلا تتعلم اللغة الإنجليزية، في الأول أنت هتقول كلمات مش راكبة على بعض، يعني ممكن تقول جملة هي مش راكبة على بعض، بس المهم إنك أنت تبدأ تتكلم. يعني مثلا في اللغة الإنجليزية تسمع وبعد كده تتكلم. تسمع وخصوصا اللي بيتكلموا اللغة الأصل، يعني مثلا الأمريكان الأصل والأجانب الأصل اللي بيتكلموا اللغة الإنجليزية أفضل إنك أنت تسمع لهم. وكمان بقى تبدأ تترجم الجمل والكلمات، تمسك مثلا جملة كل يوم تفضل تقولها وتكررها لحد ما تحفظها وتفهمها بس. والأفضل كمان إنك أنت تمارس اللغة مع أي حد، مع الناس عادي. يعني مثلا بدل ما الحاجة كنت بتقولها بالعربي تقولها بالإنجليزي، بس هتلاقي الناس بتضحك عليك، بس برضو ما تركزش معاهم عادي، قولها مفيش مشاكل. المهم انك انت تتقدم كل يوم وتحفظ كلمات وتحفظ جمل ان شاء الله، حتى لو كل يوم كلمتين وجملة واحدة بس. اهم حاجة انك انت ما تستناش الكمال. يعني انت لو استنيت الكمال مثلا هتستنى ايه بالظبط؟ ما هو انت لازم تبدأ وتتعلم وانت ماشي في الطريق بس. خلص الفيديو بتاعنا، وما تنساش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.